يا صباح الفل. النهاردة الروتين بتاعي أول مرة أعمل روتين في القناة الصراحة، بس لقيت يعني الموضوع لذيذ. طبعا بفتح الشباك بتاع أوضة ملك ومكة زي ما انتوا شايفين عشان هوي الأوضة، وهنا بفتح قناة المجد قرآن. ده كان روتين يوم الجمعة. دخلت أوضة يوسف قلت هويها برضو وافتح الشباك. رحت بقى عشان افوق كده، غسلت وشي بالغسول الامور ده، غسلت اسناني، قلت افوق كده عشان ابدا يوم، واتوضيت وصليت الصبح والضحى. بعد ما خلصت صلاة قلت بقى اخش اكنس كده الشقة كلها. انا كنت مسحاها قبلها بيوم، قلت اكنسها وادخل على المطبخ والحمام بقى. حطيت غسيل في الغسالة، كان عندي غسيل تمام، والغسالة بقى شغالة. قلت بقى ادخل اعمل لهم فطور. جبت السندوتشات بقى عملت بقى لكل واحد طلبه، وعملنا شاي بلبن. طبعا كان اليوم الفري بتاعي ده لبن دايت ولبن عادي. عملنا شاي بلبن، ودي الببرونة بتاعت مكة حبيبتي. طبعا انا في روتين ما جبت لكمش روتيني مع مكة، لاني طبعا يعني هتسمعوا اصوات عياط طول النهار. هنا بقى حضرنا الفطار، قلنا نفطر زي ما انتوا شايفين. هنا بقى كان عندي فرخة يتيمة في الفريزر، قلت اشويها كده وادلعهم النهاردة. غسلتها، حطيت ملح وليمون وسبتها شوية وغسلتها، تبلتها. المفروض التتبيله بتبقى قبلها بيوم، بس انا كنت مستعجله خليتها كام ساعه بس كده في التلاجة. حطيت بقى التوابل اللي انتوا شايفينها مع بصل وطماطم، ملح وفلفل وزعتر ومعلقه سكر او عسل ابيض. ضربتهم في الكبه زي ما انتوا شايفين وصفتهم، خدت ميتهم بقى وتبلت بيهم الفرخه الاموره دي. عملت شويه رز بالشعريه، وعملت ملوخيه كمان. كان عندي بواقي صينية بطاطس مش هتخسر برضو حطيتها. هنا حطيت مية، صينية فيها مية سخنة عشان تبقى الفراخ طرية ما تطلعش معاكي ناشفة، ودخلتها في الفرن على ما تستوي بقى. حضرت الملوخية، ده التوم بالكزبرة زي ما انتوا شايفين بشوية سمنة، والملوخية ريحتها اللهم بارك، حاجة كده جميلة جدا. حطيت بقى شوية كده في الطاسة اللي كانت فيها التوم. هنا بقى ابتديت اغرف الاكل. الرز مفلفل اللهم بارك، الفراخ تحفة جدا، بصوا لونها جميل ولا الطعم مش قادرة اقولك. هنا البطاطس دي كانت عندي من قبلها بيوم، بصوا الجمال اللهم بارك، طعمها التتبيلة دي تحفة جدا. بصوا اللون روعة الروعة. طبعا بعد ما اتغدينا لازم نشرب قهوة انا وجوزي عشان اقدر اكمل اليوم. غسلت المواعين بعد ما شربت القهوة. المواعين كانت بقى في اليوم ده اللهم بارك كتير، خدت مني وقت. ابتديت اللي انا اغسل المواعين كلها بمية بقى سخنة، وخلصت على طول دخلت على البوتاجاز، عشان بعد كل اكلة لازم تغسلي البوتاجاز عشان ما يبقاش مش نضيف. ده احسن احساس في الكون، يعني ان الحوض بتاعي يبقى بيلمع كده وفاضي. جميل. هنا بقى بعد ما خلصت ورتبت المطبخ، رشيت شوية معطر كده عشان ريحة المطبخ تبقى حلوة. طبعا في العشاء انا ما جبتلكمش روتين عشان انا عملت حاجة حلوة كده تحفة جدا. دي اللي اتعشينا بيها، يعني ما كلناش الا هي يعني. هنزل لكم طريقتها. لو الروتين عجبكم قولولي، وان شاء الله اعمل لكم كذا فيديو للروتين. كنت معاكم منى امين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.